السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. أنا رجوة من ماتريكس جروب انترناسيونال، واليوم وصلنا لواحد المرحلة اللي بزاف ديال الطلبة كيخافوا منها، اللي هي مرحلة الفيزا الدراسية. حتى لو عندك قبول جامعي وحتى لو ملفك كان منظم، إلا ما دازش الفيزا الطريق كيتوقف هنا. في هذه الحلقة غادي نشرح لك شنو خاصك في الملف، كيفاش دوز المقابلة، أهم أسباب الرفض وكيفاش تفاداهم باش تكون داخل المقابلة وانت واثق. أولا، شنو هي الفيزا الدراسية؟ الفيزا الدراسية هي الإذن الرسمي باش تمشي لإيطاليا وتبقى فيها لغرض الدراسة. القنصلية ما كتقررش غير على أساس القبول الجامعي، كتشوف واش المشروع ديالك منطقي، واش عندك الإمكانيات، واش فعلا غادي تقرأ. أشنا هي الوثائق الأساسية لملف الفيزا؟ الملف غالبا كيكون فيه القبول الجامعي، وصل بري سيكريسيوني، جواز سفر صالح، صور، استمارة الفيزا معمرة، تأمين صحي، إثبات السكن، وإثبات القدرة المالية. وهذه النقطة الأخيرة راه مهمة بزاف. إثبات القدرة المالية، القنصلية خاصها تطمن أنك قادر تعيش وتخلص مصاريفك، إما بحساب بنكي باسمك أو كفالة أحد الوالدين أو ضمان مالي رسمي. المهم المبلغ يكون منطقي وموجود في التوقيت المناسب. أي حركة مشبوهة كتخلق الشك. المقابلة في القنصلية، المقابلة راه ماشي امتحان ولكن تقييم. كيطرحوا أسئلة بحال: علاش اختاريتي هذا التخصص؟ علاش إيطاليا؟ شكون غادي يمولك؟ شنو الخطة ديالك من بعد؟ السر هو تجاوب بثقة، تكون عارف الملف ديالك وما تناقضش راسك. إلا جاوبتي بعشوائية كيبان أنك ما منظمش. دابا غندوزو لأسباب الرفض الأكثر شيوعا. هاد الأسباب كنشوفوهم بزاف، بحال مشروع دراسي غير منطقي، تغيير تخصص جذري بلا تفسير، ضعف في الإثبات المالي، تناقض في الأجوبة، شك في نية العودة. الفيزا كتقلب على الانسجام ماشي الكمال. كيفاش تقوي الحظوظ ديالك في القبول؟ باش تقوي الملف ديالك دير اختيار تخصص منطقي، حضر أجوبة واضحة، نظم الملف ديالك وما تخليش حتى شي حاجة للصدفة. والأهم ما تمشيش وانت مرتبك. إذا الخلاصة، الفيزا الدراسية ماشي بالحظ، هي نتيجة اختيار ذكي، ملف منظم، مشروع واضح. وإلا دازت الفيزا كتكون قطعتي 80% من الطريق. في الحلقة الجاية غادي نهضروا على السكن في إيطاليا، كيفاش تلقى بلاصة بلا ما تنصب عليك. وإلا بغيتي مواكبة احترافية، ماتريكس جروب انترناسيونال معاك حتى توصل لإيطاليا. ونتلاقاو في الحلقة الجاية.